يا صباح الهنا والسعادة. لقائنا الأخير في نشاط الشهر الحالي، وإن شاء الله أبعت لحضراتكم بعد كده جدول أنشطة مارس في رمضان إن شاء الله، وهنظبطها مع بعضنا إزاي. النهاردة هنتكلم عن موضوع كبير عام يعني شامل، وفيه نقطة هنفرد ليها آه، بتفصيل شوية عن الأوراكل في مصر القديمة، وإيه فكرة الأوراكل في مصر القديمة، وإزاي كان ده نوع من أنواع الممارسات الروحية والممارسات الخاصة بالاسترشاد النفسي والروحي. لقائنا النهاردة بعنوان النبوءة والعرافة في مصر القديمة، التنبؤ بالشيء اللي ممكن يحصل مستقبلا، ونخلي بالنا من حتة التنبؤ بالشيء اللي ممكن يحصل، لكن ما هوش قطعا بالشيء ان هو خلاص هيحصل، لان هيحصل ده بتأكد، دي بتودينا في اتجاه تاني خالص. ولكن التنبؤ بإمكانية حدوث الشيء عن طريق قراءة الواقع دي حاجة جميلة جدا وسهلة، إن الإنسان ممكن يقدر يعملها في كل وقت وكل زمان. الفكرة كلها بدأت من إن كل الحضارات على مستوى العالم دايما بتبقى مهتمة بفكرة يا ترى ممكن يحصل إيه بعد كده. فاهتمام الحضارات القديمة بفكرة ما سيحدث، وإزاي الإنسان يبقى عنده وضع احتماليات لما سيحدث من خلال قراءة المعطيات الحالية اللي في إيديه، كانت شاغلة بال الحضارات القديمة كلها. فعندنا في الحضارة المصرية القديمة وحضارة بابل وحضارة سومر والحضارات الصينية والهندية وغيرها، حتى في الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات، كلها دايما بيبقى عندها اهتمام بالتوبيك ده، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل او يترتب قدام. وكلنا دايما بنبقى عايزين نعرف ايه اللي ممكن يحصل قدام، فشغفنا باللي جاي ده حاجة مهمة قوي. رؤية الحضارة المصرية القديمة للفكرة دي كانت بتتلخص إزاي، وكانوا بيديروها بأنهي طريقة؟ في مصر القديمة كان اهتمامهم بفكرة ما هو قادم. قالوا إن الإنسان ممكن يتعرف أو يطلع على بعض ملامح أو بعض إشارات لما سيحدث مستقبلا من خلال حبة آه، ممارسات أو حبة مصادر. أولها، وكان الجزء ده هو الأهم ويعتبر الأساس في مصر القديمة كلها، فكرة الأحلام. الأحلام إن إحنا لما بنحلم حلم، المصري القديم لما بدأ يفسر الأحلام قال يا جماعة إحنا لما بنحلم بشيء، الشيء اللي إحنا بنحلم بيه ده مش مجرد هواجس، ومش مجرد أضغاث أحلام، ولكن الأحلام بتاعتنا دي هي عبارة عن رسائل إلهية ربنا بيديها لنا في الحلم بتاعنا. عليك إن أنت تدور وتبحث عن رمزية الحلم ده أو رمزية الحاجات اللي أنت شفتها جوه الحلم. إن قدرت إن أنت تعرف تفك هذه الرموز، فأنت ممكن تقدر بشكل كبير جدا تعرف الرسالة اللي واصلة لك من خلال هذا الحلم. وعليه بدأ ناس كتير جدا تشوف الأحلام وتحاول إنها تلاقي تفسيرات للأحلام والرمزيات اللي موجودة في الأحلام. وده كان أول توبيك مهم جدا جدا في فكرة طرق العرافة والتنبؤ بما سيحدث من خلال الحلم اللي أنت حلمته. سوري. فظهر عندنا في مصر القديمة برديات كتيرة جدا جدا بتتكلم عن تفسير الأحلام. أشهرها بردية من عصر الملك رمسيس الثاني في في عصر الدولة الحديثة، اسمها بردية تشستر بيتي. تشستر بيتي دي هي الست اللي اشترت البردية من مصر، والست دي اشترت برديات كتير جدا بالمناسبة. كانت
من محبي السياحة ومن محبي جمع الآثار، فكانت كل ما تنزل مصر تدور على الناس اللي معاهم برديات وبيبيعوها، بيحفروا وبيلاقوا برديات ويبيعوها وكده. فلقيت مجموعة برديات كبيرة كده مع راجل في الأقصر، فاشترت منه مجموعة برديات، وبعد كده أهدتها للمتحف الوطني بتاع بلدها اللي هي أيرلندا حاليا. واتسمت مجموعة البرديات اللي الست دي اديتها للمتحف تشستر بيتي باسمها. فمترقمة تشستر بيتي واحد اتنين كذا كذا. وفيه منها برديات طبية، وفيه منها برديات الأحلام، وفيه منها برديات فلكية، وفيها حاجات كتير قوي. فمن ضمنها بردية من عصر الملك رمسيس الثاني بتتكلم عن تفسير الأحلام. البردية دي بتتكلم عن إزاي الإنسان بيكون عنده رؤى في الأحلام بتاعته، ومتقسمة إلى أجزاء معينة. يعني مثلا على سبيل المثال، في وصف عام كده للبردية دي، بتبقى متقسمة البردية إلى أجزاء الأحلام الكويسة الجيدة، وإنها بتبشر بحاجات كويسة. وتوبك أو فصل تاني للأحلام السيئة والرموز اللي ممكن الإنسان يشوفها في الحلم بتاعه. وكل حلم في البردية الكاتب بيقول أو بيبدأ دايما يقول لك إذا رأى الإنسان في حلمه، لو الإنسان شاف في الحلم بتاعه كذا، ويبدأ يقول بقى هذا هذه الرؤية أو هذا الشيء اللي شافه في الحلم إن كان حاجة كويسة ولا لا. على سبيل المثال مثلا، لو هو شاف وشه في مراية، يعني كأنه بيبص لنفسه في مراية في الحلم، فده فعل خير، وبيعني في الحياة بتاعته الاستقرار، لأن الانعكاس بتاعه في المراية ده هو الكا بتاعته، والكا بتاعته مستقرة. فبيبدأ يفسر الحلم بتاعت الشخص اللي بيبص لنفسه أو بيشوف وشه في مراية. مثلا شاف نفسه بياكل لحم مثلا بتاع تمساح، قتل تمساح وبياكل اللحم بتاعه، فده معناه ان انت عندك اعداء وهتقدر تنتصر عليهم في الحياة بتاعتك. لو شاف الانسان ان هو بيشرب ميه او مشروب والمشروب ده فاسد او بايظ، ده معناه ان هو في بعض المتاعب او المحن اللي الانسان هيدخل فيها. فبدأت ان البردية تدينا شوية آه، اجزاء كده من الأحلام، والأحلام الكويسة والأحلام السيئة. وإن الأحلام هي عبارة عن رسالة إلهية ربنا بيبعتها لك في الحلم، لما بيكون السب كونشسنس بتاعك هو اللي شغال، والكونشسنس بتاعنا في النوم بيبقى هو اللي واقف. فإذا الحلم ممكن يكون فيه الرمز يا إما بيحذرك من شيء، يا إما بيديلك نصيحة أو بيبشرك بحاجة معينة. فالمصريين شافوا إن الأحلام هي رسائل إلهية جميلة، لو قدرنا إن إحنا نفسرها هتبقى كويسة. مين اللي كان منوط بيهم تفسير الأحلام في مصر القديمة؟ هل كان أي حد كده يقدر يسمع حلم الشخص فبيقول له إن الحلم ده والتفسير بتاع الرموز اللي أنت شفتها كويسة أو وحشة أو لأ. ولكن كان في ناس معينة، وهم الحم نترو، اللي هم العارفين أو رجال العلم اللاهوتي الخاصين بتحوت فقط. تحوت فقط هم اللي منوط بيهم تفسير الأحلام، الحمنترو بتوع تحوت أو العارفين، أو مجازا كهنة الإله بصفة تحوت، لأن هو هم الناس الأكثر حكمة، الأكثر قراءة واستيعابا للرموز والإشارات الإلهية والحاجات اللي هي رمزية أو ألغاز وهكذا، وهم اللي قادرين إن هم يعبروا عن هذه الألغاز ويفكوا الأحلام بتاعتها. فكان الناس بتستخدم جزء من موضوع التنبؤ أو ما سيحدث مستقبلا في موضوع الأحلام. طيب، المصري القديم برضو كان عنده حاجة تانية غير الأحلام بيستخدمها في معرفة
ما سيحدث مستقبلا أو توقع اللي ممكن يحصل له مستقبلا، اللي هو إيه؟ الوحي الإلهي اللي هو الأوراكل. وده يعتبر اللي هو أساس الموضوع بتاعنا. وبما إن هو أساس الموضوع بتاعنا، فإحنا مش هنتكلم عنه هو دلوقتي، هنخليها الخطوة اللي بعد كده. فده من ضمن مصادر التنبؤ فيما يخص القادم إيه. المصريين كمان كانوا بيستخدموا نوع تاني من أنواع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل عن طريق قراءة الظواهر الطبيعية. قراءة الظواهر الطبيعية اللي احنا نقدر نقول عليها دلوقتي أو ظاهرة بشكل حديث عندنا فكرة الأبراج. بس المصري القديم كانت عنده ساينتفك قوي. كانت عنده ساينتفك قوي. يعني ايه؟ يعني علميه وقايمه على دراسه حقيقيه لظواهر طبيعيه. زي ايه؟ حركات الابراج والنجوم والمجموعات النجميه في السماء. المصري القديم على سنين طويله جدا كان بيراقب التأثيرات بتاعت الحركات بتاعت الظواهر دي وانعكاساتها على الأرض وعلى الحياة وعلى الجانب السبريتشوال، على الجانب الروحي وعلى الجانب النفسي، سواء للإنسان أو للحيوانات وللطيور ولغيرها والنباتات وغيرها من الكائنات الحية اللي موجودة على الأرض. فبالتالي بدأ إن هو يدرس إن كل ما البرج ده أو كل ما الكونستليشن دي أو كل ما الكوكب ده كان قريب أو كان موجود في بوينت معينة، بيبقى الانرجي بتاعته أو التردد بتاعه أو الفريكوينسي بتاعته بتأثر بشكل أو بآخر على مناحي الحياة على الأرض. فبالتالي أفضل شيء الإنسان يمارسه في هذه الفترات كذا وكذا وكذا وكذا. فهنا الجزء الثاني بتاع التنبؤ ده هو تقدر نقوله عامل زي نشرة الأخبار بتاع الطقس دلوقتي. لما بنقول إن في موجة باردة هتضرب البلاد لمدة أسبوع على سبيل المثال، هل ده نوع من أنواع الغيب أو الشعوذة أو الدجل لا، هو مبني على دراسة للظواهر الطبيعية الفلكية أو غير الفلكية. فبالتالي المصري القديم بنفس الفكر بدأ يشتغل، بدأ يراقب اتجاهات المية بتمشي إزاي في النيل، بتمشي بالعرض، بتمشي بالطول، هل موجة المية فيها تأثير في اتجاه. وبالتالي بدأ يشوف من فكرة اتجاه المية وموجة المية اللي على الوش سواء في البحر أو في النيل، معرفة الرياح وبالتالي تأثير الرياح هيبقى عامل ازاي، سواء على الجانب الفيزيكال في مناحي الحياة أو الجانب السبiritual في مناحي الحياة. هجرة الطيور واتجاه السفر بتاعها استخدمها في فكرة التنبؤ بما هو قادم. امتى هيحصل كذا، امتى هيحصل كذا، الظواهر الفلكية. وبرضو عندنا برديات كتير جدا بترجع برضو لعصر الدولة الحديثة، كلها عبارة عن دراسة ظواهر فلكية. لما ايه بيحصل اقتران ما بينها وبين كذا، فبيكون أفضل الممارسات البشرية واحد اتنين تلاتة، ومن الأفضل البعد عن كذا وكذا وكذا. فده جزء تاني من فكرة النبوءة في مصر القديمة. الحاجة الثالثة اللي هي بتاعة الوحي الإلهي. بس ليه دايما فكرة النبوءة كانت كتيرة قوي واخدة حيز كبير جدا جدا في مصر القديمة؟ لأن التنبؤ أو قراءة ما هو قادم بناء على الأحداث اللي بيتم قياسها ومراقبتها حاليا كانت بتدخل في حاجات كتير جدا في مصر القديمة. يعني مثلا النبوءة في مصر القديمة كان لها تأثير كبير جدا جدا على القرار السياسي للدولة. تخيلوا، القرار السياسي للدولة ليه علاقة بالنبوءة. فبالتالي النبوءة في مصر القديمة ما هياش ضرب من ضروب معرفة الغيب ولا حاجة خيالية ولا هي دجل ولا شعوذة، ده حاجة علمية ودقيقة جدا وقايمة على دراسات. لمجرد إن القرار السياسي للدولة يقف عليها أو ياخد بيها في الاعتبار، دي حاجة مهمة جدا. إزاي الكلام ده؟ على سبيل المثال، لما بييجوا يختاروا لوكيشن بقرار سيادي من الدولة لبناء هرم أو بناء معبد،
ما ينفعش يبنيك كده الملك يجي كده انا مزاجي ابني معبد في المكان ده او ابني هرم في المكان ده، مش بمزاجه. امال بمزاج مين؟ لابد من استشارة الجزء بتاع العرافة والنبوءة اللي جزء منها مراقبة الفلك. فنروح عند مين؟ نروح عند الحمنترو بتوع سيشات، الفلكيين، اللي يقدروا يقول لك امتى تبدأ البناء، واختيار افضل لوكيشن للبناء، والاتجاه بتاع البناء و حرب معينة والقرارات العسكرية. علشان ابدأ اتحرك بالجيش بتاعي لابد من ان انا استشير النبوءة والعرافة. في حتة ايه؟ في حتة الناس اللي عارفين جغرافيا ومناخ المنطقة. يقولوا للملك انت افضل وقت تحارب فيه كذا، والاتجاه والمسار بتاع الجيش هيكون في المناطق الفلانية، وتبعد عن المناطق الفلانية. ليه؟ هم عارفين اللي هيحصل قدام، علشان فيه هنا رياح هتيجي في التوقيت الفلاني، وهيبقى فيه كذا هيجي في التوقيت الفلاني. ففكرة النبوءة والعرافة في مصر القديمة هي عاملة زي مجموعة علوم حديثة جيوسياسية، وداخلة فيها مناخ، وداخل فيها طبيعة، وداخل فيها كذا. فأنت لو جمعت عدة علوم إحنا بندرسها دلوقتي منفصلة مع بعضها في مصر القديمة، هتدي لك الفكر الكامل بتاع النبوءة والعرافة في مصر القديمة. من ضمن الحاجات الخاصة بالتأثير بتاع النبوءة اختيار أفضل المواعيد لبناء حاجة أو للبدء في أي مشروع أو البدء في أي فكرة، بناء إيه على إن دي أفضل الأيام طاقة، وأفضل الأوقات اللي تعمل فيها كذا. فدي كمان كانت جزء بيأثر في النبوءة والعرافة. لما كانت الناس يبقى واحد عايز يعمل مشروع معين، او الملك عايز يبدا مشروع معين، فبرضه ما كانش بيبداوا في اي وقت كده وخلاص. زي مثلا احنا قررنا ان احنا نعمل افتتاح لحاجه، او نبدا بناء حاجه، او نبدا مشروع بتاع كذا. اختار الوقت المظبوط. الوقت المظبوط ايه؟ اللي يتماشى مع طاقه الفلك وقوه الفلك والدعم بتاع الفريكونسي بتاع الفلك. فهكذا كان داخل في كل شيء. النبوءة والعرافة كان من ضمن الأجزاء بتاعتها فكرة الوحي الإلهي. من ضمن الحاجات الخاصة بالتنبؤ هي فكرة الوحي الإلهي. إحنا كان عندنا في مصر القديمة أماكن لاستقبال الرسائل أو الوحي الإلهي. زي مثلا إيه؟ معبد آمون في سيوة. المعبد ده حصل فيه كتير جدا جدا من الأحلام، من الرؤى المقدسة لقادة والناس مشهورة جدا في التاريخ، وأشهرهم الإسكندر الأكبر. ولما راحوا هناك تلقوا هذه الرسائل أو الرؤى أثناء نومهم جوه المعبد. والكهنة اللي موجودين هناك بدأوا إن هم يفسروا لهم معنى الأحلام، وكانت الأحلام دي قوية جدا. فعلى سبيل المثال الإسكندر الأكبر تلقى البشرى أو الرؤية بتاعته بأن هو هيهزم دولة الفرس وان هو يعمل امبراطوريه كبيره جدا لما دخل مصر وقرر ان هو يروح معبد الوحي بتاع امون ويبات هناك ليله، وتلقى رساله الهيه والكاهن هناك فسرها له فعرف بيها ما سياتي. عندنا ال الوحي الالهي في منطقه معبد الكرنك. عندنا الوحي الإلهي في منطقة أبو الهول في الأهرامات. فدي كانت عندنا أماكن لتلقي الوحي أو الرؤى الإلهية في أكتر من مكان. الوحي الإلهي ده اللي احنا بنقول عليه الأوريكل. الأوريكل والأوريكل كانت جزء من أو أسلوب من الأساليب اللي المصري القديم كان بيستخدمها علشان يبص يا ترى إيه الإشارات اللي ممكن تبقى جاية ليا في المستقبل. فكان من ضمن الحاجات اللي كان الشخص لما بيبقى رايح عايز ياخد رسالة روحية أو إرشاد روحي في حياته الشخصية، كان
من ضمن الممارسات بتاع العارفين او الحمنترو في المعابد ان هم بيعملوا بطاقات، اللي احنا طورنا منها دلوقتي البطاقات بتاعت التارو والبطاقات بتاعت الاوريكل، اللي هي بطاقات عليها رموز. الرموز دي بتكون فيها اشارات وفيها رسائل، الانسان يقدر بيها او من التامل فيها يقدر يشوف الاسقاط بتاع هذا الرمز على انهي جانب من جوانب الحياه بتاعته، سواء الجانب العملي، الجانب العاطفي، الجانب الاجتماعي، الجانب الاسري، الجانب العلمي. يعني جوانب حياتيه كتير جدا. ومن الفكره بتاعت البطاقات اللي كانت موجودة في مصر القديمة وكانت بتستخدم، كل بطاقة بتحمل رسالة معينة، والرسالة دي بيبقى زي ما بنقول كده عليها رمز، والرمز ده بيبقى له كذا إسقاط. أول حاجة الإسقاط العاطفي والأسري، الإسقاط الاجتماعي، الإسقاط المادي، الإسقاط العملي، الإسقاط العلمي، الإسقاط الروحي. كل كارت فيه هذه الجوانب مع بعضها، فبالتالي الكروت دي أصبحت زي انسبريشن للشخص، بتلهم الشخص ببعض المفاتيح، ببعض الحلول، ببعض كذا اللي هو كان بيستخدمها في حياته. عدد الكروت في مصر القديمة كان 42 كارت. ليه 42 كارت؟ لأن الكروت في مصر القديمة كانت الهدف منها إن هي تحقق نوع من أنواع البالانس، نوع من انواع البالانس، يبقى فيها توازن او تساعد الشخص انه يوصل لحالة من التوازن في الجزء اللي هو محتاجه في الحياة بتاعته. عشان كده انا لما عملت الاوراكل كاردز عملتها 42 كارت، طبقا لايه؟ لل 42 قانون بتوع الماعت، اللي هو الرقم اللي بيمثل في مصر القديمة فكرة التوازن، فكرة الرؤية السليمة، فكرة الحقيقة، فكرة ال 42 صفة إلهية اللي بتلهم الإنسان بحلول ومفاتيح للحياة عنده. الأوراكل كاردز في مصر القديمة آه، بتستخدم بطرق مختلفة كتير جدا. زي إيه الطرق دي؟ إن إحنا ممكن نستخدم الكروت، يكون الكارت كارت ملهم لينا في الحياة، يعني أو كارت ملهم ليا في اليوم بتاعي. مثلا أنا عايز النهاردة أبدأ اليوم بتاعي بحاجة جديدة، يا ترى الرسالة بتاعتي مثلا الإلهية ليا إيه النهاردة؟ فأنا ببدأ إن أنا أبص على الكروت، وببدأ إن أنا مثلا أعمل لها تفنيطة، وطلع لي على سبيل المثال منها أي كارت من الكروت. مثلا طلع لي كارت لحابي على سبيل المثال. فأنا عندي الكارت اليومي الملهم. الكارت اليومي الملهم ده ببدأ الإنسان كده يبص عليه، يتأمل في الرموز المقدسة اللي جواه، المعنى بتاع الألوان اللي جواه، المعنى بتاع رمزية حابي مثلا. حابي معناها الابوندنس، معناها الوفرة، معناها الويلث، الثراء، اللكجري، الرينيوال، طاقة التجدد وطاقة الفلكسبيليتي وطاقة يبقى أنا النهاردة رسالتي في الحياة مثلا إن أنا لازم أكون إنسان فلكسبل، لازم أكون إنسان متناغم. فأنا لو النهاردة قابلت موضوعات مثلا أو مواقف أو حاجات صعبة، أخليني فليكسبل معاها ومتناغم وأعدي الأمور ومقفش عند العقبات. في نفس الوقت ابدا اشوف ايه الافكار او الجوانب اللي انا محتاج ان انا اعمل فيها الوفره في الحياه بتاعتي، ايه الحاجات اللي انا محتاج اجددها في حياتي. فكل بطاقه ممكن تكون ملهمه للشخص في يومه، ابدا بيها اليوم بتاعي. عندنا حاجات تانية ان انا ممكن استخدم الاوريكلز دي كحاجه مساعده، كشيء مساعد، شيء مساعد في حتة سؤال وجواب. عندي حاجة بتحيرني، أو عندي مثلا قرار معين، أو عندي شيء بادئ فيه جديد، فأنا ممكن أخلي
البطاقات دي تكون حاجة فيها مساعدة للتأمل فيها، مساعدة للتأمل فيها، بإن أنا مثلا أختار 3 بطاقات، والبطاقات دي أبدأ مثلا أشوف كل واحدة منها بتعبر عن إيه. البطاقة مثلا الأولى بتاعت الماضي، اللي هو إيه اللي أنا كنت فيه في الفترة اللي فاتت الماضية، وصلني للبوزيشن اللي انا فيه دلوقتي، للوضع الحالي اللي انا فيه دلوقتي، سواء على مستوى اجتماعي، سواء سؤالك على مستوى عملي، على افكار، على مشاعر، على علاقات، او ايا كان. وبطاقة تانية بتمثل الحاجات اللي انت لازم تركز عليها في هذه اللحظة، في الشيء اللي انت بتبدأ فيه كعلاقة، بتبدأ فيه كفكرة شغل، بتبدأ فيه ككذا. فهنا عندنا البطاقة التانية. البطاقة الثالثة بتمثل لك الحاجة اللي انت افضل حاجة لازم تركز عليها في خطواتك الجاية علشان تساعدك في الوصول إلى الهدف اللي انت بتسأل او اللي انت بتتأمل منه. فبالتالي ده نوع من انواع الافكار، انها بتساعدني في التأمل، في تنظيم الافكار بتاعتي، في وضع ابديت للخطط بتاعتي، في افضل شيء مسار ليا. وهنجرب تجربة دلوقتي على كل واحدة من الحاجات دي بشكل عملي. كمان ممكن تساعدنا ان احنا نتأمل في بطاقات التارو، انها تدينا قراية واسعة لمنظور بتاع حاجة في الحياة بتاعتنا، توجيهات لشيء معين. مثلا انت دلوقتي عندك حاجة انت مقبل عليها في الحياة، وعايز تشوفها بمنظور اوسع، وعايز حاجة تساعدك في التفكير او تولد لك افكار. فانت ممكن تعمل القراءه الثلاثيه بتاعت الوضع الراهن. مثلا اخترت 3 بطاقات، البطاقه الاولى لما تيجي تقراها بتمثل لك ايه الحاجات اللي انت لازم تكون على معرفه وخبره بيها دلوقتي. التانيه بتقول لك خد بالك من العقبات اللي ممكن تبقى قدامك وازاي تقدر تحلها. البطاقة الثالثة ممكن تدي لك النصايح اللي انت يجب اتباعها علشان تكون ماشي بخطوات سليمة في هذا الاتجاه. فهنا عندنا حاجة مهمة تانية واستخدام تاني. فدايما الفكر بتاعها اعتبرها انها كصديق، ان البطاقات دي صديق بيفكر معاك من خلال رموز. صديق بيفكر معاك من خلال رموز، هيساعدك ان انت تحط حاجات انت ما كنتش عامل حسابها، مش حاططها في الاعتبار. فهو صديق بيدي لك اتجاهات معينة. عندنا رابع طريقة او رابع استخدام لهذه البطاقات، ان انت مثلا اللي هي قراية ميزان الروح. ان انت بتاخد بطاقة معينة وبتبدأ تشوف البطاقة دي بتمثل لك المرحلة اللي انت لازم تشتغل عليها حاليا، علشان خاطر ده واحد من المبادئ بتاع المعهد ال 42. يعني مثلا لو انا طلع لي من ضمن البطاقات سوبك، التمساح، فانا دلوقتي هبدأ اشوف في التمساح ده اللي هي ايه القدرة، وفي نفس الوقت الكيوس. فانا من ضمن الميزان بتاع الروح اللي هي مبادئ معهد ال 42، البطاقه دي بتقول لي حاول تسيطر على الفوضى في حياتك. حاول انك تسيطر على الفوضى في حياتك كواحد من مبادئ المعهد ال 42. فكأن البطاقه بتوجه وعيك لجزء معين في الحياه انت قد تكون مش واخد بالك منه. فدي جزئيه مهمه جدا جدا جدا. تعالوا كده نجرب تجربة عملية من التجارب بتاعتنا. خلينا مثلا نعمل سكرين شير كده، ونقلب الصور بتاعتنا. ده ايه تقليبة كده، ايه تقليبة عشوائية. ونروح مثلا
نختار مثلا حاجة آه، عشوائية مثلا تيجي عينينا عليها، وليكن إيزيس. أنا جات لي البطاقة مثلا بتاعت إيزيس دي. تعالوا نعمل فوكس على إيزيس، ناخدها مثلا من ناحية الانسبريشنال كارد. الانسبريشنال كارد اللي هو الكارت الملهم لينا النهارده. ايزيس طلعت لنا النهارده، يا ترى ايزيس هتعلمنا ايه النهارده، او ايه اللي انت محتاج ان انت تعيش به اليوم بتاعك النهارده من تعليمات مثلا ايزيس طلعت لي كده الصبح. هتلاقوني دايما مع الكروت في الكتيب اللي بيشرح بقى الكارت ده بيقول لك ايه بالظبط. فالكارت بتاع ايزيس ده يحمل رقم 18. فهتلاقوا في الكتاب كل كارت بصورة، في الشرح بتاعه بتفاصيل اكتر في الصفحة بتاعته بنفس الترقيم اللي موجود في الكارت. فلما نيجي مثلا هنا نطلع الكارت بتاع إيزيس من الكتاب، هنلاقي الكتاب بيقول لنا إيه؟ هنلاقي الكتاب بيقول إيزيس، التوجيه والإرشاد والأنوثة الإلهية، رمز للحياة والتجدد، حامية النفوس وحارسة الأسرار الروحية، يرمز حضورها للدعم الإلهي والقدرة على تخطي الصعوبات بقوة الحب والإيمان. ده تعريف. رسالتها الروحية بتقول لك إيه؟ أنت قوي أكثر مما تتخيل، داخلك ينبض سحر قديم استخدمه بحكمة. طيب، بترشدنا بتقول لنا إيه الكارت ده؟ لما يظهر ليك بطاقة إيزيس ده معناه إن قوة الشفاء والحماية والإرشاد الإلهي بتحيط بيك. فدي حاجة بتدي لك دعم وسبورت، ان دايما ما تقلقش، بتفكرك انت دايما تحت العناية الإلهية. في ناس كتير جدا بسبب ظروف الحياة بينسوا، وبياخدهم القلق والتوتر فبيبقوا دايما محتاجين حاجة تفكرهم ما تقلقش، انت تحت رعاية ربنا، انت تحت كذا. فهو حاجة بتفكرك لديك القدرة على التغلب على أي تحديات بتمر بيها، كأنه كارت بيطبطب عليك بيفكرك بشيء. البطاقة دي كمان لما تظهر لك بتخليك واثق بحدسك الداخلي. شوف قلبك بيقول لك ايه، شوف الانتويشن اللي عندك بيقول لك ايه. فإيزيس كانت حارسة الأسرار ومصدر الحكمة القديمة. ربما يحمل عقلك الباطن رسالة بتحتاج إلى الإنصات إليها. اسمع لقلبك. لما إيزيس تظهر لك كمان بتقول لك لو أنت بتمر بتجربة صعبة، إيزيس بتقول لك أنت عندك القوة عشان تتجدد وتنهض من جديد. كما عادت إيزيس أزير للحياة، أنت كمان تقدر تقوم من الأول وجديد، ما تقلقش. رسالة إيزيس بتكون دعوة للاتصال بطاقة الأنوثة جواك، اللي هو خليك بس إنسان واسع الأفق وكثير الايماجينيشن، راجل كده إيه، أو شخص تخيل، اطلق طاقة الإبداع أكتر من طاقة اللوجيك. خلي طاقة الأنوثة أعلى شويتين عندك، الطاقة الفيمينين. سواء كنت امرأة أو رجل، الطاقة دي هي اللي هتمنحك الحكمة والحدس العميق ليك. كمان البطاقة دي بتقول لنا إن الحب والتراحم هم أقوى من أي ظلام. امشي بس وحط نية الحب والتراحم، هتبقى دايما محاط بالعناية الإلهية وهتوصل للي انت عايزه وهتبدأ بداية من جديد. إيزيس بتقول لك إن قوتك الحقيقية في قلبك، وانت قادر على صنع أي معجزة بالإيمان والحب. بس خد خطوات وما تقلقش. بحط لك كمان معاها بعض الممارسات الجميلة، الريلاكسيشن اللي ممكن تساعدك على الاسترخاء بهذه الحالة. إن أنت ممكن تقعد في مكان هادي شوية، هدي الإضاءة حواليك، شموع ما بين اللون الأزرق أو الفضية. حط دايما ايدك على قلبك، غمض عينيك، اتخيل إيزيس كعناية إلهية بتحوطك بتحميك بتفرد جناحاتها عليك زي ما هي بتبقى موجودة دايما بتحمي وزير على ال الآثار. اتنفس بعمق، ودايما اعمل الافرميشن، التأكيد اللي دايما موجود ان انا في تحت الحماية الإلهية طول الوقت.
أنا قوي وأنا أمتلك الحكمة القديمة في داخلي، يعني أنا عندي الرؤية. ودايما خلي فوكس على طاقة المحبة وطاقة السلام اللي مالية القلب بتاعك. وفي الوقت ده ابدأ خد الخطوات تجاه الأشياء اللي مخوفاك في الحياة بتاعتك. فده جزء من الأجزاء اللي احنا بنستخدم بيها، اللي هو الكارت الملهم ليا النهارده. فأنا النهارده همشي دايما ما بين الناس بطاقة محبة، بطاقة سلام، بطاقة كذا. دايما عندي فوكس إن أنا تحت عناية الإله وتحت رحمة الإله، ودايما بتحميني بتحرسني طول الوقت كنوع من التذكر. افتكر ده دايما. عندنا ال الاستخدامات التانية. فالفكرة ما هياش إن أنا بقول إيه اللي هيحصل لي قدام، أكتر من إن هو صديق بيساعدني من خلال التأمل في المعاني، في الكي ووردز، في حاجات معينة بتدينا الفكر ده. تعالوا نشوف مثلا الجزء مثلا الثالث. لو أنا عايز أشوف إزاي آخد كارت بيقول لي على واحد من ال 42 قانون بتوع الماعد اللي انا المفروض اشتغل عليه دلوقتي. احنا عندنا 42 قانون من قوانين الماعد، القوانين الكونية بتاعت الفضيلة والصدق والمساواة والعدل والحاجات الجميلة جدا اللي عليها ميزان الروح وميزان القلب. فمثلا انا ممكن اكون عايز اعمل ايه النهارده؟ ايه القانون من قوانين الماعد ال 42 اللي اتبعه النهارده؟ فانت برضو دي حتة تانية ان انت ممكن تختار كارت من الكروت وتشتغل على اللي الكارت قاله لك. على سبيل المثال ان انت مثلا ناخد الكارت ده بتاع ساقط مثلا. الست الجميلة اللي ماسكة في ايديها القوس والرمح والحاجات دي. ساقط معناها الفوكس، التركيز. ساقط معناها السايز اوبورتيونيتيز. ساقط معناها الهدف. فهنا بنيجي نشوف ساقط بتقول لنا ايه وبتفكرنا بأنهي قانون من قوانين الماعد ال 42. فهنا هنلاقي البطاقة بتاعتها رقم 23. فساقط دي بتقول لنا دع الأمور تتدفق كما ينبغي. سيب الأمور ماشية تو فلو، ما تقاومش التغير. الحياة تتحرك دائما نحو الوفرة، فقط ركز وحدد هدف. فأنت هنا عندك الفكر بتاع التغير، سنة الحياة. حدد هدفك، ما تقلقش، ما تخليش شيء يثير القلق بتاعك. القدر في إيدين الإله.